كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 2017. بس هل في 2017 ينفع نخلي النوت 3 ده يمشي في 2017؟ ينفع. اقول لك ازاي. نخليه نوت 7. طب ينفع نخليه نوت 7؟ ينفع. اقول لك ازاي. بشوية حاجات بسيطة، روت وريكفري وروم ستوك اند للنوت 7. كل ده هنتعرف عليه النهاردة بأبسط الطرق وبالشرح المفصل، وإن شاء الله هحاول أقصر في الفيديو على قد ما أقدر عشان ما يكونش طويل على حضراتكم. أي لينك هستخدمه هيكون في الديسكريبشن تحت الفيديو. نبدأ على بركة الله. أول حاجة هنحتاج إن احنا ندخل على اللينك اللي تحت الفيديو بتاع الروت والريكفري. هيطلع لنا موقع ادفلاي، نضغط اسكيب اي دي، هيبدأ إن هو ينقلنا على جوجل. نبدأ إن احنا ندوس على داونلود من هنا، وبعدها هيطلع لنا اللينك ده، نبدأ نضغط على داونلود anyway. هيبدأ ينزل معانا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا منزله قبل كده. بعد ما ينزل معانا هتلاقيه ملف زد اي بي او رير. تبدأ ان انت تدوس كليك يمين وتدوس اكستراكت هير. تبدأ ان انت تروح على روت وريكفري. نبدأ اول حاجة ان احنا نقفل الجهاز ونقلبه لوضع الداونلود مود. اول حاجه نقفل الجهاز ونقلبه لوضع الداونلود مود، وده من خلال ان احنا ندوس على الفوليوم داون والهوم بوتوم والباور بوتوم، اللي هو خفض الصوت وزرار الهوم وزرار الباور. هيطلع لنا الشاشه اللي حضراتكم شايفينها دي. نبدا ان احنا ندوس على فوليوم اب ونوصله بالكمبيوتر. وكل اللي هنحتاجه في الشرح النهارده كيبل يو اس بي، بي سي او كمبيوتر، وكمان الجهاز اللي هنعمل عليه الكلام ده، سواء بتاعك بتاع قريبك. بس الفيديو هيعجبك النهارده. خلينا نبدأ أول حاجة بالروت، ولازم طبعا نبدأ بالروت. ندخل الأول على اودين من هنا، وبعدين نضغط على اي بي، بعدين نختار ملف السي اف، هو هيجيبه لنا على طول أول ما ندوس على اي بي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الموبايل اتعرف معانا، ولو الموبايل ما اتعرفش معاك هحط لك لينك للدرايفر بتاعت سامسونج عشان تعرفه لو يعني ما اتعرفش معاك، بس ان شاء الله هيتعرف معاك على طول. وبعد ما تختار طبعا الملف تبدأ تدوس على ستارت. بعد ما يخلص هتلاقي الجهاز عمل اوتوماتيك ريستارت. كده نبدأ نقفل احنا الاودين عادي، نفتحه تاني طبعا عشان الريكفري وندوس على اي بي. وطبعا بيظهر لنا ملف الروت، بنروح احنا نرجع ونختار ملف الريكفري اللي هو تي دبليو ار بي، وبنوصل الجهاز على وضع الداونلود مود. مش لازم نستناه لما يفتح بعد الروت، ممكن نشيل البطارية ونوصلها تاني وندوس على زر خفض الصوت وزر الهوم بوتوم وزر الباور ونوصله على الداونلود مود تاني. وما يتعرف معانا نبدأ ندوس على ستارت. هيبدأ الجهاز اوتوماتيك يعمل ريستارت. بالنسبة بقى للناس اللي عايزة تنزل روم النوت 7 وتتطور بقى وتشيص الدنيا، خلينا نتابع مع بعض. طبعا الروت اهو زي ما حضراتكم شايفين تمام وشغال تمام. نبدأ بقى ان احنا ايه، يعني بقى نشيص الدنيا ونقلب نوت 7. يلا بينا يلا بينا. بنبدأ ان احنا ننقل الملفين بتوع الروم اللي هما اللي مكتوب عليه ستوك ان بتاع النوت 7 والفيكس بتاع اللغة العربية. نبدأ ناخدهم كوبي وننقلهم على التليفون، نحطهم بره خالص هنا عادي. ولو عندك كارت تقدر تحطهم على الكارت عادي، مفيش اي مشكلة. بعد ما الملفات بتنقل بتبدأ ان انت تطفي التليفون، وبعد ما الجهاز يطفي طبعا بتشيل اليو اس بي قبل ما تطفي التليفون. بتبدأ ان انت تفتحه للريكفري، وده من خلال ان انت تدوس على الفوليوم اب والهوم بوتوم والزرار الباور. يعني بدل الداونلود مود اللي هو بتاع الفوليوم داون او زرار خفض الصوت بيبقى الفوليوم اب. نبدأ ندوس على التلاتة مع بعض. اول حاجة طبعا قبل ما نعمل اي حاجة، لو انت عندك اي داتا على التليفون تقدر ان انت تشيلها زي الاسماء مثلا او البرامج او ما الى ذلك، لاني احنا دلوقتي هنفرمط الداتا اللي على التليفون. بس الصور والحاجات اللي زي الاغاني والصور هتفضل زي ما هي، بس البرامج والاسماء هتتمسح. طبعا اول حاجة بنعملها بنروح على وايب
وبعدين بنسحب من الشمال لليمين، وبعد كده بندوس على باك وباك ونروح على انستول. بنختار الكارت ولا الذاكرة الداخلية للهاتف ولا الاو تي جي. طبعا انا على اللي هي الانترنال ميل ستورج بتاعت الذاكرة الداخلية للهاتف. بنروح نختار الروم اللي هو ستوك ان، وبعدين ندوس على اد زد اي بي، وبعدين نختار اللي هو الفيكس بتاع اللغة ونسحب من الشمال لليمين. هيبدأ يفتح معانا السيت اب بتاع الروم. نبدأ ندوس على نيكست، نختار الفيرجن بتاع الجهاز بتاعنا. طبعا انا الفيرجن بتاعي اللي هو مختاره اوتوماتيك ده، فبختار نيكست. بعد كده بختار الفول وايب ولا الفول وايب 2 اللي هي عبارة عن مسح الابليكيشنات بس والاسماء، ولا مسح كلي للابليكيشن والاسماء والذاكرات الداخلية والكارت، ولا ما يمسحش حاجة. طبعا احنا ماسحين قبل كده الابليكيشن بره، فممكن نختار فول وايب 1، وبعدين نضغط على نيكست انستول. هيبدأ ان هو يعمل انستول معانا. زي ما حضراتكم شايفين خلص بعد مدة تقريبا دقيقتين، يعني ما بياخدش وقت خالص في الانستول. نبدأ ان احنا ندوس نيكست ستيب، وبعدين نتأكد ان الخيار ده مش متعلم عشان لسه طبعا هينصب اللغة، ونبدأ ندوس نيكست ستيب. هيبدأ ان هو ينصب معانا اللغة زي ما حضراتكم شايفين، ونبدأ ان احنا ندوس على ريبوت. 3 2 1. ألف مبروك عليك بورت النوت 7. التليفون هياخد وقت عشان يفتح، تقريبا ربع ساعة، فهرجع لكم بعد الربع ساعة. زي ما حضراتكم شايفين فتح معانا. بنبدأ ان احنا نختار اللغة. انا عن نفسي هختار الانجليزي انجلش، وبعدين لو عايز اعمل كونكت النتورك بتاعي، بس انا مش تمام مش اشكال. وبعد كده بعمل على I agree to all، ولكن بشيل من على العلامة دي، بنشيل من علامة الصح من على اللي هي دي. وبعدين بدوس على لو عايز اضيف طبعا اكونت سامسونج، بس طبعا مفيش الكلام ده عندنا في مصر، مفيش الكلام ده. وبعدين بدوس على فينش. عايزني طبعا اعمل كونكت للنتورك عشان الويزر او التوكس، بدوس ليتر. واخيرا بكده اكون خلصت لكم شرح الفيديو. لو عندك اي استفسار او واجهتك اي مشكله تقدر تكتبها لي في الكومنتس تحت الفيديو، وانا هحاول ارد عليك في اقرب فرصه. ولو اتاخرت عليك يا ريت تعذرني لاني في ثالثه ثانوي، واللي منكم من مصر هيعرف يعني ايه ثالثه ثانوي، فيا ريت تدعوا لي. حابب بس اقول لكم حاجه اخيره، اي لينك انا استخدمته هيكون موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، بقول لكم مره تانية للتاكيد. ولو عايز تعمل انستول لاي روم على الجالاكسي نوت 3 او هواتف سامسونج عامه، فتلات ارباع الرومات بتكون بنفس الطريقه الا اذا كان معاها كيرنل. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك عشان اللايك بيدعمني جدا، ولو ما عجبكش اعمل لي ديسلايك، بس قول لي ليه عملت ديسلايك. ما تنساش تقول لي ايه رايك في التصوير، كالفيديو كالصوت كالمكان نفسه. ما تنساش تعمل لايك لصفحه الفيسبوك عشان لو واجهتك اي مشكله من اي نوع تبعت لي مسج عليها وتقول لي ايه المشكله وهحاول احلها لك. وما تنساش تعمل لي سبسكرايب على القناه او اشتراك من خلال الزرار الاحمر اللي بيظهر تحت الفيديو. بكده اكون خلصت لكم الفيديو واقدر اقول لكم سلاحف النينجا.